هل بيحصل اتفاق بين الوكيل والموزع في مسألة الأوفر برايس؟ خلينا ما نزوقش الكلام. الأوفر برايس بقى أساسي في سوق العربيات. عايز عربيتك تنجح وتبيع كتير يبقى لازم يكون عليها أوفر برايس. احنا في مصر اتعودنا إن أي عربية عليها أوفر برايس وحجز تبقى مطلوبة، لكن لو عربية عليها تخفيضات يبقى الوكيل عايز يخلص منها ومش بتبيع، فبلاش منها أحسن. تعالوا نثير الجدل ونسأل، هل مسألة الأوفر برايس دي بتبقى اتفاق بين الوكيل والموزع؟ أنا إسلام حويلة، وما تنساش اللايك والاشتراك في منصاتنا المختلفة. الحلقة برعاية AGC Auto، موزع رسمي ومعتمد لأكثر من 14 علامة في مصر. ظاهرة الأوفر برايس ظهرت سنة 23 و 22 لما كانت في صعوبة في الاستيراد، مع وجود سعرين للدولار الرسمي والموازي. العربية كانت بتتسعر حسب المزاج، أو بمعنى أدق حسب سعر الدولار المتوقع بعد 3 شهور. الوكيل يستورد، الموزع ياخد حصته ويخزنها، وطول ما العربية موجودة سعرها بيزيد. العميل كان شايف إن سعر الدولار بيزيد كل ساعة، وبالتالي كان قدامه حلين: يا إما ينتظر أكتر من 3 شهور علشان يستلم عربيته ويتسعر وقت الاستلام، أو يشتري فورا بأوفر برايس ويضمن عربيته في إيده. وشفنا كلنا ظاهرة العميل التاجر. بالمناسبة الفترة دي وتقريبا مفيش موزع في مصر ما ضاعفش رأس ماله خلال السنتين دول، لكن بمجرد وجود سعر رسمي وموحد للدولار وتوافر العربيات الاستيراد والزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي، ظاهرة الأوفر برايس تقريبا اختفت ورجعت الأمور لطبيعتها. ومع المنافسة العنيفة بدأ الوكلاء في عمل تخفيضات كبيرة على أسعار عربياتهم، وخفضوا من هامش الربح بتاعهم وبتاع الموزعين. ولك أن تتخيل إن في عربية إنتاج محلي كان مكسب الموزع 3000 جنيه بس. وده يرجعنا للجدل، هل فعلا بيحصل اتفاق بين الوكيل والموزع في مسألة الأوفر برايس؟ شوف، هو ما فيش اتفاق بشكل رسمي، لكن كل واحد بيعمل نفسه مش واخد باله. الوكيل بيشوفها فرصة إنه يرفع أسعاره بعد فترة، والموزع شايف إنها فرصة لزيادة مكسبه أو تعويض خسائره. الموزع بيحسبها تكلفة رأس مال أو تكلفة الفرصة البديلة، بمعنى إن لو عربية دي ثمنها مليون جنيه، المليون جنيه لو حطيتهم في البنك هيجيبوا لي كل شهر 25,000 جنيه. وبالتالي لو في عربية ثمنها مليون جنيه قعدت عند الموزع 2 3 فهو كده خسر فلوس كتير. طيب يعمل ايه الموزع في الحالة دي؟ ما عندوش إلا البنوك، يبيع بالتقسيط وياخد عمولات من البنك. والحل التاني إن أي عربية فيها فرصة إنه يحط عليها أوفر برايس هيعمل ده فوراً ومن غير تردد. يعني هو بيكسب من البنوك والأوفر برايس؟ طبعاً بيكسب، بس في المقابل في عربيات بتخسر عند الموزعين فعلاً، بالذات لو عربية قعدت 2 3 من غير ما تتباع، فبيضطر يبيعها بخسارة علشان يسيل الفلوس. بس هي ما بتحسبش كده، هي حسبة مكسب وخسارة، بيشوف إجمالي السنة كلها خسران ولا كسبان. وخدها قاعدة، مفيش موزع بيخسر. يعني طبيعي إنك تسمع موزع بيحلف ويقسم إنه بايع عربيات بخسارة، ده حقيقي، بس في المقابل مش هيقولك أبدا هو كسب كام من الأوفر برايس ومن عمولات البنوك. طيب أنت كعميل لو مقرر تشتري عربية ما عليهاش أوفر برايس ومتوفرة في السوق، تعمل إيه؟ نصيحتي ليك، روح أكتر من معرض واسأل على السعر وفاصل في السعر. هتلاقي معرض صاحبه عايز يبيع ويسيل فلوس، هتاخدها بخصم محترم.